بقول لك ايه، انت كل يوم بتغير بوجيه السكوتر، كل يوم يتحرق معاك البوجيه وتروح تغيره تاني يوم. تعال اعرفك السبب ايه وتعرف المشكله عندك في السكوتر اذا كانت نص عمره ولا المشكله في حرق البنزين مش مظبوط في السكوتر، وتعرف اللي طالع على البوجيه ده بنزين ولا زيت ازاي. يلا بينا. بص، البوجيه ده صاحب السكوتر جايبه لنا، بيقول لك انا مغير بوجيه امبارح وجاي النهارده البوجيه جاي لي تاني بيه عطلان عايز يغيره. بفتح البوجيه لقيت على البوجيه زيت، كله زيت. ده بوجيه متغير امبارح بالمنظر ده. متخيل السكوتر طقم الشامبر خف بقى بيطلع زيت بزياده، فبقى كله بيطلع على البوجيه، فالحرق ما بقاش مظبوط. فهي دي المشكله معانا بتاعه السكوتر ده. بس انا عايز اعرفك مش هي دي المشكله الوحيده اللي ممكن بسببها تغير كل يوم بوجيه جديد. تاني حاجه معانا، انا ممكن افتح البوجيه اطلعه الاقي عليه بنزين، معنى كده ان الكربراتير الحريق بتاعه مش مظبوط، في ضخ بنزين بزياده، فبيبقى هو ده السبب ان البوجيه كل يوم بيتغير وتلاقي الحرق مش مظبوط ومطلع بنزين عليه. اخر حاجه معايا طبعا البوجيه الكوبي المعفن، دي كهرباء ودي حياتك، وانت هتبقى ماشي على سكه اكيد مش عايز تعطل، فاستنضف بوجيه. البوجيه ده من اهم الحاجات اللي المفروض استنضفها واجيبها قص عشان يقعد معايا من 3 ل 5000 كيلو اقل حاجه. بس كده، واي حاجه عايزينها اسالوا دكتور سكوتر. مع السلامه.